صديقي السكري وغير السكري، السلام عليكم. اللايف بتاع الليلة استثنائي في كل حاجة، استثنائي في الضيف أو الضيفة اللي معانا النهاردة، استثنائي في الموضوعات اللي هتنطرح فيه، واللي أعتقد هتبقى لأغلب المستمعين والمشاهدين جديدة عليه فيما يخص السكر إن شاء الله. خاصة إذا كان حد من اللي بيتابعنا عنده بطل سكري، طفل بيعاني من السكر، أو شاب صغير اكتشف السكر في خلال السنوات القليلة اللي فاتت وبيتعاطى الانسولين. اللي معانا النهارده الضيفه العزيزه والصديقه الغاليه دكتوره علا طه. ثواني وهتكون معانا ان شاء الله باذن الله رب العالمين، وان شاء الله نستمتع بساعه من الحديث والنقاش الشيق المفيد جدا جدا لحضراتكم ان شاء الله. ثواني والدكتوره علا هتكون معانا ان شاء الله. لغاية الدكتورة علا ما تكون موجودة إن شاء الله، اللي عنده سؤال، اللي عنده فكرة عايز يطرحها، استفسار عن حد قريب له عنده سكر وبيعاني من بعض مشاكل السكر، خاصة صغار السن، يجهزوا يكتبوا في الكومنتات، وإن شاء الله نتناوله بالتفصيل خلال الساعة اللي احنا مع بعض فيها دي إن شاء الله. منور يا أستاذ هاني، ربنا يبارك فيك. ازيك يا رحمة؟ كل سنة وانت طيب، يا رب تكون بخير. عارف انك سافرت. ازيك يا استاذ محمد حمادة؟ كل سنة وانت طيب. استاذنا الاستاذ اشرف البلاصي معانا. منتظرين دكتورة علا. ازيك يا ندى؟ كل سنة وانت طيبة. اي اسئلة بقى يا ندى؟ انا معاكي اهوت، انا والدكتورة علا. استاذ احمد موسى، حضرتك الوالدة 45 سنة بتعاني من زغللة في العين وبتدمع.
لو في سكر يا استاذ احمد يبقى نتاكد ان السكر التراكمي مظبوط، ونتاكد من فحص قاع العين. ده فحص ضروري لازم يتعمل كل سنه. دكتورة علا، كل سنة وحضرتك طيبة يا دكتورتنا، ونورتي اللايف، وسعداء جدا جدا بوجود حضرتك النهاردة يا دكتورتنا. طيبة يا دكتورتنا، ونورتي اللايف، وسعداء جدا جدا بوجود حضرتك النهاردة يا دكتورتنا. هو أنا سامع حضرتك كويس، بس هو في صدى الصوت واضح عند حضرتك. كده حضرتك سامعني؟ أنا كده سامعك تمام بوضوح. تمام جدا. كل سنة وحضرتك طيبة، ويا رب ما نكوناش أثقلنا عليكي النهاردة. ده شرف ليا أنا والله. ربنا يخليك يا دكتورتنا، ربنا يبارك فيكي يا رب. احنا كعادتنا دايما في بداية اللايف، احنا طبعا حضرتك مش محتاجة تعريف، وما شاء الله ربنا يبارك مجهوداتك مع أصدقائنا السكريين الأبطال من النوع الأول، الأطفال خصيصا والمراهقين. الحقيقة حضرتك عاملة معاهم مجهود رائع، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله المجهود ده النهاردة إن احنا نقدر نوصل نبذة عنه وعن دكتورة علا. فدايما بنبتدي كده اللايف بتعريف بالضيف دكتورتنا الأستاذة الدكتورة علا طه، من خلال التعريف الشخصي اللي حضرتك تقوليه لنا عن نفس حضرتك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. والله شكرا جزيلا، انت شرف ليا ان اكون مع حضرتك النهارده. انا دكتوره علا احمد طه، مدرس استشاري الغدد الصماء وسكر اطفال جامعه صنعاء. انا عضو في الجمعيه المصريه للغدد الصماء وسكر اطفال، والجمعيه العربيه والجمعيه الاوروبيه كمان للغدد الصماء وسكر اطفال. تمام يا دكتورتنا. الصوت بس يا دكتوره احيانا بيبقى واضح واحيانا بيبقى بعيد، يعني في خروشه بتبقى موجوده احيانا في الصوت كده. طيب انا علا احمد ايوه طه، كده مدرس تمام، كده تمام جدا، كده تمام جدا. عضو في الجمعيه المصريه والاوروبيه والعربيه للغدد الصماء وسكر اطفال. سكر اطفال ده بقى قضيتنا النهارده اللي احنا عايزين نتكلم فيها، واللي احنا كنا زمان وانا لسه كده كنت طالب، كانت التقسيمه الاولى كده كنا حتى يعني الشائع ما بيننا واحنا لسه طلبه ان في سكر اطفال وفي سكر كبار. كبرنا وبقينا نعرف ان في حاجه اسمها تايب 1 وتايب 2، او النوع الاول والنوع الثاني. التقسيمه اللي هي للاسف غائبه عن كتير من اهلنا اللي بيعانوا من السكر، واللي احيانا احنا بقى كاطباء امراض سكر بالغين بنشوف ناس اصلا هم نوع اول وبيتعاملوا على ان هم نوع تاني بعد ما كبروا وبعد ما اصبحوا بالغين. فسريعا لو حضرتك توضح لنا الفارق ما بين المرضين اللي انا شايف ان هم للامانه كباثوجينيسيس او كسببيه للمرض مختلفين تماما عن بعض، النوع الاول والنوع الثاني. ايه الفرق ما بين النوعين دول من السكر؟ هو الفرق بينهم شاسع جدا، يعني النوع الاول هو نتيجه ان حصل خلل في البنكرياس وقفه عن الشغل، فبالتالي البنكرياس ما بينتجش انسولين خالص، فبالتالي انا جسمي مش على انسولين، والعلاج الاساسي بتاعي ان انا اعوضه بالانسولين. النوع الثاني هو البنكرياس شغال وشغال باقصى قوه عنده، بيطلع انسولين بس الجسم رافضه، الخلايا ما بتستجيبش له، فبندي ساعتها ادويه للحساسيه او لقبوليه الانسولين من الخلايا. الحاله الاولانيه اللي الاولاني ده بيبقى مناعي، يعني لو عملنا اجسام مناعيه هنلاقي ان في اجسام مناعيه ضد البنكرياس موجوده في النوع الاول. في النوع الثاني لا، مفيش الاجسام المناعيه دي. النوع الاولاني ده الانسولين مش موجود، فهو الانسولين هرمون بنائي بالنسبه للاطفال، فبتلاقي الوزن قليل والحجم قليل وبيقول لك هو بدا يخس والكلام ده. بالنسبه للنوع الثاني لا، تلاقيه الطفل مليان وعنده سمنه ووزنه زايد، لانه اوريدي الانسولين موجود وبيكسر. فبالتالي
الحالتين مختلفتين. الحاله اللي هي الاولانيه ديت محتاجه رسم انسولين، انا ما عنديش اصلا. النوع الثاني لا، ده مملي بالانسولين بس الجسم هو اللي مش قادر يقبل. اذا النوع الاول هو البنكرياس فلس، ما عادش بينتج انسولين، علاجه الاساسي هو الانسولين. النوع الثاني العكس تماما، هو اللي عنده الانسولين بكثره وبالتالي اصبح عنده حاجه اسمها مقاومه انسولين، او لو اعتبرنا ان المقاومه اساسا هي السبب اللي خلت ان الانسولين بقى موجود بكثره، وبالتالي هنا العلاج هيبقى علاج دوائي فموي او حتى عن طريق بعض الانظمه الغذائيه وتغيير اللايف ستايل اللي هتخلي الشخص ده يصبح يتعامل مع السكر ومستويات السكر بتاعته تنضبط احيان كتير بدون حاجه لان هو ياخد انسولين، خاصه في السنوات الاولى من عمره. تمام كده؟ طيب انا شخص قدامنا بقى في العياده وما بين البنين، يعني مراهق، وزنه لا اقدر اقول ان هو نحيف قوي ولا اقول ان هو زايد قوي، ما بين البنين، وسنه ماهوش كبير قوي، ما فيش تاريخ للسكر موجود في العيله بشكل كبير. فانا بقيت محتار، عايز اجزم حاجه تجزم لي الشخص اللي قدامي ده نوع اول ولا نوع تاني. علاماته الاكلينيكيه لسه مش واضحه بالنسبه لي، هل في تحليل اقدر اجزم بيه الشخص ده نوع اول ولا نوع تاني؟ طبعا هو التحليل اللي هو ان احنا نعمل اللي هو الاجسام المناعيه، نلاقيها بوزيتيف موجوده في النوع الاول ومش موجوده في النوع الثاني. تمام. بس نقول بس قاعده، انا لو عندي التراكمي او ان السكر في الاول عالي، يعني لو انا اكتر من 9 انا هبدا انسولين حتى لو نوع تاني. تمام. تمام جدا. لحد بس ما اعدي مرحله الاستقرار وبعدين ارجع لحبوب. ساعتها بقى تكون ظهرت وبدات اعرف ايه انا همشي ازاي وهكمل ازاي. تمام تمام. لكن علشان اقدر اميز، علشان بعد كده والخطه العلاجيه المستقبليه، تحليل الاجسام المضاده هو اللي هيقدر يعرفني الفارق ما بين الاثنين. طيب تحليل اللي احنا يعني اصطلاحا متعارف عليه بتاع كفاءه البنكرياس او السي بيبتايد، هل هو يقدر يميز لي ما بين الاثنين؟ هو المشكله في كفاءه البنكرياس ان النوع الاول بيدخل في فتره اسمها فتره شهر العسل. فتره شهر العسل ده بيبقى فيه انتاج اخير من الانسولين، فلو انا خدت السي بيبتايد في الفتره دي هيطلع السي بيبتايد معقول، فساعتها هيقول لك الله ده كده نوع تاني. بس هو الحقيقه علشان يبقى نوع تاني لازم يبقى اعلى من الطبيعي قوي بكتير. النوع الاول تمام. اقل من الطبيعي بكتير. النوع بقى اللي بيبقى في النورمال ده ساعتها انا ما اقدرش اقول لك لا ده كده نوع تاني، لا ما اقدرش اقول ممكن وقعت في الحيره. تمام تمام. فالسي وبالتالي مش نعترف بيه حتى اخر جايد لاينز او اخر توصيات من الجمعيات قال لك ممكن بعد سنه نكون عدينا لمرحله شهر العسل، وناس تقول لا 5 سنين يبقى افضل خالص عشان اقرر. فطبعا هي نقدر اذا وسيله. تمام. اذا نقدر يعني نبروز كده الموضوع دلوقتي. احنا عندنا نوعين من السكر، نوع اول ونوع تاني. الفارق ما بينهم هيبقى راجع للطبيب المعالج. لو انا عايز تحليل يؤكد ده، هو بالتاكيد ما هواش كفاءه البنكرياس او المتعارف عليه باسم السي بيبتايد، خاصه لو انا في السنه الاولى من تشخيصي. هيبقى الحاجه الوحيده اللي بتاكد لي ده هو تحليل الاجسام المضاده. عايز يعني اردف على الكلام ده ان التحليل ده صحيح هو غالي، لكن اغلبيه الاطفال اللي بيبقوا مصابين هم بيبقوا تحت مظله التامين الصحي، واعتقد التامين الصحي بيقدر يوفر النوعيه دي من التحاليل للاطفال دي بدون مقابل. هي الاجسام المناعيه دي حوالي 5 انواع، فهو بيوفر نوع منهم. تمام تمام. النوع ده كافي يا دكتورتنا ولا هو لازم الطفل يعرف الباقي؟ ما مش هو الكومن، يعني لو هو طلع نيجاتيف هضطر اخليه يعمل على حسابه النوع الكومن ده. طيب ايه هو النوع الكومن يا دكتوره علا؟ هو الانتيجين. الانتيجين ده مش اللي هو متوفر في التامين؟ اللي متوفر الانتي انسولين انتي بوديز ده اللي متوفر في التامين. تمام جدا. طيب طبعا حضرتك طرحت دلوقتي نقطتين ساخنتين جدا، ويعني يحتاجوا لوحدهم لايف لوحده، حاجه زي مرحله شهر العسل دي لوحدها محتاجه لايف لوحده. لكن علشان ما ندخلش في تفاصيل فرعيه دلوقتي ونستمر على نفس الخط اللي احنا ماشيين عليه،
عايزين نرجع بقى، خلاص احنا عرفنا ان الطفل اللي قدامنا او المراهق اللي قدامنا او الشخص اللي لسه في مقتبل عمره هو تم تشخيصه ان هو سكر من النوع الاول. هل في امراض مناعيه؟ حضرتك قلتي دلوقتي ان النوع ده من السكر بيبقى مرض خلل مناعي ادى الى تكسير خلايا البنكرياس. هل هو عرضه لمجموعه من الامراض المناعيه الثانيه اللي ممكن يكون هو مصاب بيها؟ طبعا في امراض مناعيه تانية احنا بندور عليها، يعني مثلا قصور في الغده الدرقيه اللي هو البوشوفايتس. ده بنعمل التحليل بتاعه، يعني ما بنستناش اعراض، احنا بنعمل تحليله عن تشخيص، وكل سنتين ل3 سنين بنعمله، بس لو ظهرت اعراض هنعمله بدري عن كده. تمام. حساسيه الجلوتين ده برضو بنعمل تشخيص، وبرضو كل سنتين ل5 سنين بنعمله. عندنا الامراض الثانيه زي القصور في الغده القذريه اللي هو الالوبيشيا اللي هو الثعلبه اللي هو البيتيلجو اللي هو البهاء اللي هو الارثرايتس اللي هو التهاب في المفاصل. كل دي حاجات ممكن تحصل ومتوقعه، بس احنا صحيح ما بنعملش تحاليلها روتينيه يعني، بس وانا بتابع الحاله بدور على الاعراض بتاعتهم، بحيث لو انا شكيت هبدا اعمل تحاليل. طيب، لان الوقايه زي ما بنقول دايما خير من العلاج، والحاجه اللي انا اقدر استبق المرض واستبق وجوده او على الاقل اتلمسه في بدايات حدوثه دايما بيبقى العلاج افضل. عشان كده في فحوصات دوريه بمواعيد دوريه. الطبيعي ان الشخص المصاب بالسكري النوع الاول يبقى حريص، او المسؤولين عنه والدته او والده يكون حريص على ان هو يعملها بشكل منتظم. حضرتك قلت منهم دلوقتي تحليل الغده الدرقيه وتحليل السيلياك، مرض السيلياك او حساسيه القمح. عايز اكد عليهم واقول ايه الباقي بقى اللي يخص السكر. حضرتك الغده الدرقيه قلتي كل قد ايه، والسيلياك كل قد ايه؟ هو بالنسبه الاول التراكمي، علشان بس ده برضو من التحاليل ايوه الدوريه ايوه، كل 3 شهور. عندنا صورة الدم ووظائف الكبد والكلى ممكن نعملها كل 6 شهور لسنة. تمام. اللي هو تحليل الغدة الدرقية بنعمله ساعة ما نشخص الحالة، وكل مثلا وكل سنتين. سنتين. تمام. التحليل اللي هو اللي هو حساسية القمح عند التشخيص، وكل سنتين أو 5 سنين. او اذا ظهرت اعراض. أو هي ظهرت أعراض. طيب ايه الاعراض؟ معلش، هي النقطه دي الوحيده اللي عايز اسال على اعراضها، لان هي احيانا بتقابلنا كتير جدا، وبقى في شائع ان حساسيه القمح موجود عند اطفال كتير او عند بالغين كتير وما يعرفوش بيه. امتى الام او الاب ياخد باله؟ عندنا الاعراض اولا، ده العرض ده اللي هو الدكتور هو اللي بياخد باله منه، ان هو الحاله بدات تدخل منه في نقص سكر كتير، اتاك اوف هايبوجلايسيميا كتير. دي عرض لازم على السلك فيها، بعد طبعا لما اظبط جرعاتي والاقي الدنيا برده مش متظبطه. تمام. النقطه الثانيه بقى، لو عنده قصر بالقامه، عنده التهابات في الكبد، ده لازم. عنده بقى اللي هي الاعراض بقى العاديه، اللي هو عنده اسهال، انتفاخ مزمن في البطن، اسهال مزمن، وجع في البطن، بضطر اعملها. ما بيستجيبش للادويه العاديه المنطقيه، يبقى يبدا يعمل. لان حساسيه الجلوتين لها اعراض يعني الجهاز صح، او يعني الهضمي. مع الجهاز الهضمي، وفي اعراض مش مع الجهاز الهضمي، فاحنا برضو يعني بنحاصر كل الاعراض. تمام تمام. طيب ده هياخدني لنقطة تانية أحيانا بقى عكس اللي احنا بنقوله. يعني احنا دايما في عياداتنا بنحاول نفهم الأهل خلي بالك واعمل تحاليلك بشكل دوري والكلام ده. أحيانا احنا بنشوف، والنمط ده بنشوفه كتير، إن الأسرة تبقى متحفظة أكثر من اللازم. بمعنى ان لا الولد ما ياكلش الحاجه الفلانيه، السكريات ممنوع تخش البيت، حتى ان ده كمان بيسري على بقيه اخواته اللي هم اصلا مش مصابين بالسكر. فبلاقي الاطفال اللي من النوع ده او الشباب اللي من النوع ده وكأن عنده نوع من فقدان الثقه بذاته. حضرتك تنصحي الاسر اللي زي دي انها تتعامل مع الاطفال دي ازاي، وتتعامل مع الشباب الصغيرين اللي زي دول ازاي؟ بص يا دكتور محمد، هي الموضوع كله يعني هو بدايه ان الموقف اللي بيتعرض له الاب والام ده موقف كبير. صدمه. بالظبط، صدمه. وخاصه ان هو ممكن يكتشفوا في موقف زي غيبوبه السكر وحموضه الدم للاسف. المنظر قدامه، يعني هو مجبر يعني هو غصب عنه لازم هيعمل كده، اللي هو الاب والام، لان هو شافه في وضع ان هو صعب. مش عايزه ده تاني، مش عايزه اتعرض لابني لهذا الموقف ده تاني. النقطه الثانيه، الكونسبت او وجهه النظر بالنسبه للسكر، احنا واخدينها اكتر من الكبار.
لا ما ياكلش، لا نقلل السكر، مش عارفه ايه. فبالتالي هو بياخد اللي هو عارفه. انا عارف ان احنا ما بنشربش، ومعلوماتي كده عن السكر. هو برضو معلوماته عن السكر من الميديا ومننا كمان ان هي دي المعلومه دي. فهو اللعبه انا يعني صراحه، يعني انا في الاول ما بقدرش ان انا الوم الاهل على اللي بيعملوه. دوري انا بيدخل ان كل جلسه معاه انا ببدا اقول له لا ده الحياه عاديه خالص. ببدا اتناقش معاه في المواقف اللي هو بيتعرض لها. ولاد رايح المدرسه، ولاد طالع رحله، طب هنتعامل ازاي؟ يعني بيبقى في جزء مسج كل جلسه معاه ان عادي، لا هنتعامل، طب خلينا نمشي كذا، طب لا الموقف اللي انتوا عرضتوه مش حلو، طب ايه المشكله اللي قابلناها، بحيث ان يوصلوا لا لا كونسيبت عادي، احنا هناكل كل الاكل وهنشرب كل الشرب، بس هي مجرد عمليه تنظيميه. اما هو مش ممنوع من حاجه، ويروح رحلاته ويروح مثلا مدرسته ويروح دروسه وكده. يعني ايه، احنا اللي بنغير الكونسيبت بقعداتنا معاه، بان احنا نقعد كل مره نتناقش في المواقف اللي بيواجهها، بحيث ان الاب والام يبداوا لا ده عادي اهو، الدنيا بسيطه اهو. المجهود اللي حضرتك بتبذليه مع الاهل الحقيقه مجهود فوق العاده، وانا بشكرك عليه الحقيقه والله. والاهل نفسهم بيقولوا ده بالسنتهم. لكن طبعا حضرتك دلوقتي مهدتي للاهل وهم خلاص الصدمه عدت، وزي ما بيقولوا خلاص الوقت بتاع الصدمه ده عدى. حضرتك بقى قلتي كلمه دلوقتي مهمه، ان عادي ده انت تقدر، الطفل يقدر ياكل ويقدر يتعامل ويقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. دي بس الرساله اللي انا عايز اوجهها للناس اللي بتشاهدنا دلوقتي وعندهم اطفال او بنات واولاد صغيرين في المدرسه. يا جماعه ابنكم اتعاملوا معاه ان هو بني ادم طبيعي، احتياجه للانسولين ما يخليهوش ما يمارسش بعض الانشطه الثانيه اللي زي الاطفال التانيين، وبالتالي خلوه واثق في نفسه. لكن خدوا المعلومه من اصحاب الخبره، زي ما دكتور علا هتقول لنا دلوقتي ازاي انتوا هتاكلوه. هو مش ممنوع من الاكل، ولكن المساله مساله تنظيميه. وده بقى هياخدني للسؤال التالي يا دكتور علا. حضرتك قلتي دلوقتي المساله احنا بنتكلم في مرض غير السكر النوع الثاني اللي احنا بنقول له ما تاكلش سكر وما تاكلش دقيق ابيض وما تاكلش حاجات فيها زيوت. امال بقى النوع الاول ياكل ازاي؟ هل فكره الاكل المطلق ان هو بحذر وخلاص، ولا هيمشي ازاي؟ يعني حضرتك بتتعاملي مع الموقف اللي زي ده مع الاهل الاب والام ازاي؟ هو في اول معلومه لازم تتوجه للاب والام، ان انا في مرحله تكوين، انا مش كبير، انا بنمو. فبالتالي انا سن اطفال، والانسولين ده هرمون بناء. فانا محتاج اخد انسولين واخد معاه اكل يحرقوا الانسولين، يعني اكل يحتوي على نشويات وكربوهيدرات عشان انمو. فانا اوريدي انا محتاجه كده، يعني انا علاجي هو كده، ان انا لازم اكل، مش ان انا بديك اكل ده كجزء ترفيهي، لا لا، ده هو علاجي اصلا، احنا لازم ناكل. دي لازم معلومه يعرفها، لان الاهل ساعات بيلجأوا لانظمه غذائيه ما فيهاش كربوهيدرات، يقول لك ايه انا كده كويس، السكر مظبوط. سكرك مظبوط، بس ما تقوليش بقى عمل ايه ووزنه جراله ايه، وظائف الكلى بعد كده، لا ما تقوليش بعد كده البلوغ اتاخر ليه. كل الكلام ده ما تقولهوليش، لان انت ما اديتش كميه اكل كافيه للنمو مع كميه انسولين كافيه. فدي لازم معلومه يعرفها الاهل، ان هو تمام لازم الاول ياكل. النقطه تمام. الثانيه بقى، عندنا سعرات حراريه لكل سن. سعرات حراريه احنا بنحسبها لكل سن. السعرات الحراريه دي اللازمه لكل سن ديت لكل طفل، اي طفل، مش حالات السكر بس، يعني اللي عنده 9 سنين سواء سليم او عنده سكر او عنده سمنه، كل الاطفال اللي في السن ده ليه سعرات حراريه بنحسبها بمعادله معينه لازمه للنمو. تمام تمام. احسب من السعرات الحراريه دي كميه الكربوهيدرات اللي هو هيحتاجها. بقسمها بقى، جزء فيه بروتين وجزء فيه دهون وجزء فيه كربوهيدرات، وانا بقى بديله المعلومه انت ليك كميه كربوهيدرات قد كذا في اليوم. تمام تمام السن حسب المعادله اللي انا بحسبها. بعد ما تمام. بحسب المعادله واوضح له كميه الكربوهيدرات، ببدا اقول له بقى كل حاجه هتاكلها من الكربوهيدرات ديت عليها انسولين قد كذا. تمام، بمعادله ثانيه. دي معادله ثانيه بقى انا بحسبها، وبرده بقول له طبعا انا ما بقولوش المعادلات، انا بقول له انت ليك كميه كربوهيدرات لازمه كذا، ودي كميه الانسولين اللازمه لكل حاجه هتاكلها من الكربوهيدرات دي. تمام تمام جدا. هو بقى يبدا ياكل ويتحرك في الاكل زي ما هو عايز، بس مع كل اكله هيبقى معاه انسولين ويبدا ياخده. فبنقسمها بقى على فطار وغدا وعشاء. هو لو حب حتى يدخل وجبه رابعه او وجبه خامسه، يعني تبقى صغيره، هو كده عارف ان اي كميه كربوهيدرات قد كذا هياخد عليها كميه انسولين قد كذا بس، ويبدا طيب يبقى يتعامل
فانا لو رايح عزومه مثلا ومكتر في الاكل شويه، خلاص انت كترت النهارده اوكي، انت كده زودت على كميه الكربوهيدرات المطلوب، مهم. يبقى بكره معلش هدي اللعب شويه. مهم. يعني رايح رحله، رايح عزومه، رايح مثلا احنا في رمضان وبيتعزم، لا رايحين فرح، انت ممكن تاكل عادي ومعاك جرعتك وتاخدها. طيب سؤال بقى احنا ساعات بنتسأله كتير او ملاحظه احنا ساعات بنلاحظها، الام شايفه ان الانسولين دي حاجه صعبه وشكشكه كتير، فالبنت او الولد الصغير النهارده بالليل مش جعان، ف خلاص هي مش هتاكل مش هتتعشى فمش هديها جرعه الانسولين. راي حضرتك ايه في ملحوظه زي دي احنا ساعات بنشوفها؟ الملحوظه دي طبعا شائعه. انا بالنسبه لي الكلمه اللي بقول لها هتفوتي يوم هتفوتي 10، اعرفي ان ده هياثر على النمو. يعني انا برضه مشكلتي تظبيط السكر بس يا جماعه، انا دلوقتي في مرحله تكوين، انت لو ما خدتش الانسولين وما اكلتش مش هتكبر، فبالتالي انا لو عديت المرحله دي وما اتكونتش مش هتكون تاني، فهي لو فوتت مره واثنين وثلاثه لا هياثر على النمو بتاعه. فانا طبعا مش مقبول مننا احنا كدكاتره ان احنا نشجع على الحركه دي. لو حصلت مره ما تحصلش تاني. وطبعا تمام يبقى هو نفسه في ايه، طب تعالى نتكلم، طب هو بيحب ايه ما بيحبش ايه، ونقعد بقى ايه، نقعد مع بعض كده ناخدها واحده واحده. تمام. يعني الرسالة اللي حضرتك بتقوليها هنا في النقطة دي، الإنسولين مش بس علشان نحرق السكر اللي أكلناه، الإنسولين وبالخصوص في الأطفال هو هرمون بنائي جسمه مش موجود فيه، وبالتالي هو معتمد على الإبرة اللي احنا بنديها له أو القلم اللي احنا بنديه له، فهو لو ما أخدوش هو هيأثر على نموه، هيأثر على حاجات تانية جوه جسمه. فما فيش حاجة اسمها انك انت تتهاوني كأم، يعني تتهاوني في انك انت تفوتي جرعه من جرعاته، لان هو هيفوت وجبه من وجباته. تمام كده؟ طيب حضرتك دلوقتي حسبت السعرات الحراريه للطفل او السكري من النوع الاول، وعرفنا هي سعراته الحراريه مكونه من كميه نشويات او كربوهيدرات قد ايه، وبروتين قد ايه، ودهون قد ايه. ومن خلال معادله حضرتك حسبتي حاجه اسمها معامل الكارب، اللي من خلالها هتحددي كميه وحدات الانسولين اللي هياخدها. طيب هو كده هياخد وحده انسولين محسوبه، حضرتك حسبتها له في الفطار وحسبتها له في الغداء وحسبتها له في العشاء. طيب انا غيرت الوجبه بتاعتي، انا هتعامل ازاي في البيت؟ حضرتك بتبقى قايله له ايه؟ مش فاهمه السؤال، يعني اغير يعني المواعيد؟ حضرتك لا مش هغير المواعيد، كميه النشويات. انا في البيت، انا كوالده او والد طفل عنده سكر هحسبها مثلا ازاي؟ انا دلوقتي مثلا في كذا نظام. في النظام الاولاني ان انا بثبت له عدد كميه الكربوهيدرات في صوره ايوه نقاط. يعني تمام. مثلا 5 في الفطار، 5 في الغداء، 5 في العشاء، او 5 6 5 على حسب، برضو دي بقى حسب نظام حياته. يعني في ناس الوجبه تمام. الاساسيه عندهم وفي وجبه الاساسيه عندهم الغداء على حسب يعني. تمام. ديت نظام. في بقى معلومه ثانيه ممكن اقولها اللي هي المعامل الكارب، ان انا تمام. اقول له ايه، اقول له كل نقطه اكل مثلا قدامها واحد انسولين، قدامها واحد انسولين، او هو مهم. بيفهم في الجرامات. هو يعني ارتفع معايا شويه في المعلومه، طبعا المعلومه دي بتدخل معاه واحده واحده في كل بالتدريج، جلسه، يعني مش كل معلومه بيقول بالتدريج طبعا. بالظبط. فمثلا لو اليوم لو هو بيعرف الجرامات يبقى كل 10 جرام، لو بيعرف يحسب جرامات يبقى كل 10 جرام عليها واحد انسولين، كل 15 جرام عليها واحد انسولين. فبالتالي هو بيبدا يحسب كميه الاكل بتاعته، وبعدين ياخد جرعه الانسولين على طول بعدها. لو عرف يحسبها قبل ما يبدا ياكل يحسبها ويحطها بعدها. طيب ما بين الوجبات، انا خرجت مع اصحابي ونفسي ان انا اكل معاهم ايس كريم، هاخد انسولين ولا هستنى الوجبه اللي بعدها واخد جرعه الانسولين بتاعتي؟ على حسب نوع الانسولين انا باخده. يعني مهم. الاكترابيد ممكن اخد في مقدار نقطه بين الوجبات. بيطول معايا شويه. تمام. لو انواع التانية لا ما اخدش، واخد عليها انسولين وتكون عندي يعني 3. لو هو السريع اللي هو زي الابيدرا او النوفو رابid، يبقى انا محتاج هنا النقطه دي اللي هي الايس كريمه الزياده دي نقطه فاخد قصادها انسولين. اما بس لو اكت رابid ده مطول معايا. بس يكون عدد 3 ساعات بين الجرعات. يعني مش هينفع اخد جرعه قبل ساعتين، يعني لازم يكون مثلا واخد وجبه الغداء وعدى عليها 3 ساعات عشان اخد الوجبه اللي بعدها اخد عليها انسولين. تمام. طيب بالنسبه دكتور. تمام. طيب أما دكتور. خليني اقولها تاني. يا ريت. بالنسبه للاكترابيد ممكن اخد نقطه بين الوجبات من غير جرعه انسولين. مهم. حتى بنسمي الاكترابيد في المدارس اللي هو يعني يروح المدرسه وياخد وجبه في المدرسه، مهم. يعني ياخد يفطر، ياخد وجبه
ممكن ياخد حاجه في المدرسه من غير انسولين. النوع الثاني الهيدرا والهيمالوج، لا ما اقدرش اخد حاجه بين الوجبات، لانه لازم سريع. ان انا استنى انه بيخلص بسرعه من الجسم. طيب انا استنى 3 ساعات اكل ودي انسولين جدا. تمام، تمام جدا. طيب هننتقل لنقطة تانية. أنا بقى أسرة عندي طفل عنده سكر، ملتزم جدا بتعليمات الدكتورة علا، وبحسب الكارب بتاعي للطفل اللي عندي كويس جدا، وبرضه سكري دايما مش مظبوط، دايما عالي. دايما بتيجي في ذهننا ان يكون الانسولين واعطاء الانسولين نفسه فيه مشكله. يعني هنا بقى عايز دكتوره علا يعني تفرد شويه الكلام لنقطه التعامل مع الانسولين، سواء باستخدام السرنجات او باستخدام الاقلام، ومن اول مرحله تخزينه لمرحله اعطائه، لان احيانا في غلطه صغيره في حاجه زي كده تكون هي اللي مبوظه تحاليل السكر، مش بس عدد وحدات الانسولين اللي باخدها في الوجبه. هو احنا اصلا لما السكر بيبقى متلخبط، احنا الاول بنشوف موضوع الانسولين، يعني جزء الانسولين واعطائه والحاجات دي بنراجعها قبل ما نظبط في الجرعات او ندور على امراض ثانيه مصاحبه او اي حاجه من الحاجات دي. تمام اول حاجه الانسولين لازم يتحط في الثلاجه. تمام. حكايه اللي لا حطش في الثلاجه، انا والله الشركات على راسنا، وطبعا فعلا السقعه بتاعه الثلاجه بتبوظ السوسته بتاعه القلم والقلم هيبوظ. بس احنا هنمسك العصايه من النص، احنا هنجيب مثلا زي فوطه ونحط فيها قلبها القلم، ونحطها في درج الطماطم اللي هو الخضار اللي تحت ده، اللي هيبقى فيه سقعه في الفوطه وتسيطر على الايه، على الانسولين، وفي نفس الوقت مفيش بقى السقعه الجامده اللي بتلسع في السوسته فتبوظ القلب. كانك حطيت بحافظه في الثلاجه. دي اول خطوه. تمام انا تمام عندي الثلاجه مفيش حاجه اسمها انسولين، اصل هو ينفع بره تمام 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 تمام. هي العلاقه ان هو الدكتور اللي هو بتاع الشركه خايف على القلم، هو عنده حق هيبوظ الصراحه. بس انا بحاول اهو، بشوف لي فكره كده بحيث ان ما تبقاش السقعه بتاعه الثلاجه الجامده دي تبوظ في القلم، وفي تمام نفس الوقت محافظه على دي خطوه. تمام. الثانيه اللي بعد كده الانسولين بيقعد كل انسولين بعد فتحه ليه فتره، يعني التريسيبا 56 يوم بس، بقيه الانسولينات 28. عندنا الفتره دي الانسولين ده بايظ ارموه في الزباله. تمام تمام. قناين خالص اللي بياخدوا واحده واثنين وثلاثه، بتلاقي القلم لسه ما خلص واحنا لسه على 28 يوم لا هيترمى. النقطه اللي بعد كده السن لازم يتغير باستمرار. السن بقى يعني ما بيتغيرش يعني باستمرار، اولا مش هيطلع انسولين كويس، هيوجع واحنا بنحقن، فلازم السن يتغير كل فتره. يعني احنا بنقول كل 3 شكات، لو قدر يعملها كل شكتين كل شكه هيبقى افضل طبعا. يعني ماكسيموم كل 3 شكات. يعني ده اللي احنا يعني اقتصاديا، يعني تمام الحقيقه تمام يعني تمام شكه طبعا، يعني نتيجه تمام. ان الاسعار وصراحه التامين ما بيغطيش الشركات بتاعه اللي هي السنون، فبالتالي يعني الحياه صعبه شويه، فاحنا بنقول 3 تمام يعني جدا. ايه تبقى. تمام تمام. بعد كده عند حضرتك ان انا لازم اجرب القلم في الهواء قبل ما استخدمه، يعني اتاكد ان الانسولين القلم، لان ساعات القلم بيبقى مزرجن معانا كده ما بيطلعش، لازم ابقى شايف قبل بعنايه قبل ما اديه، لان ممكن ما يطلعش هو اديته. يعني بشكل عملي كده نطلع وحدتين في الهواء. في الهواء هو طبعا دي بتبقى مشكله بالنسبه ان تصرف برضو الانسولين هيخلص قبل كل جرعه نضرب في الهواء، فدي بتبقى مشكله برضو. هو افضل ما يبقى كاني ما باخدش. تمام. ما هو انت بقى حضرتك بقى ما بيعملهاش فالسكر يعلى، فانت ترجع بقى تقول له طب اعملها بقى. تمام تمام. النقطة اللي بعد كده عند حضرتك بعد ما بنحقن المفروض ما نشيلش السن على طول، يعني بنعد لحد 20 او لحد 10 لحد ما بس ينزل بالراحة كده وتبقى القراية يعني ايه، اول لما يطلع كده قال لا ده في نقط لسه طلعت، ما انت جريت ليه. بس فدي كده طبعا لازم يغير مكان الحقن، يعني ايوه. دي في الايد، دي في الرجل، في الفخذين من ورا، حوالين السره ديت لازم يغير، يعني فطار غدا عشاء لازم يلف كده علشان ما يحصلش تليفات، وبرده الانسولين مش هيوصل. طيب
ايوه، بمناسبه الاماكن، هل في مكان مناسب اكتر للانسولين الطويل ومكان مناسب للانسولين السريع اللي هو اللانتوس مثلا والتريسيبا من ناحيه والنوفو رابيد والابيدرا من ناحيه؟ هي توصيات هي اللي قالت لنا المعلومه دي الحقيقه، يعني الدراسات اللي اتعملت على الموضوع ده قالت ان الطويل المفعول او القاعدي يفضل في الفخذ من ورا، اللي هو السريع يبقى في الايدين والرجلين. تصحيح بقى اما السكر يبقى عالي يفضل في البطن. تمام تمام، هعيد الجمله دي تاني يا جماعه. يبقى كده الطويل اللي هو التريسيبا او اللانتوس او الليفيمير ده يبقى في الفخذ من ورا مكان اعطاء الحقن العضل، والانسولين السريع اللي هو الابيدرا او الاكت رابيد او النوفو رابيد ده في الدراعين او الفخذين من الامام، وجرعه التصحيح اللي هي بتبقى ما بين الوجبات اللي هي بتبقى غير مرتب لها دي تبقى في منطقه البطن. منطقه البطن علشان هي الاسرع يا دكتوره؟ عشان هي الاسرع لانها فيها سبكوتينيوس تيشو مليان ببلاد فيزلز، فيعني المنطقه تحت الجلد انا عارفه حضرتك عارفاها، بس بالنسبه للناس يعني منطقه الجلد فيها اوعيه دمويه، شعيرات دمويه كتير، الامتصاص بيبقى. طيب انا الانسولين بيوجعني، انا كنت باخد الانسولين كويس وبعدين دلوقتي بقى بيوجعني. طلعه بره الثلاجه ربع ساعه قبل الحقن وغير السن بشكل اسرع. تمام. يعني المكان جيب سن تمام جدا. اصغر شويه كده يعني. المكان بتاعه اللي انا بدي فيه تليف. وقف حقن فيه وابدا ادي ثرومبكس او دهانات واحقن في اماكن تانية واغير برضو اماكن الحقن. لو انا اديت في المكان المتليف ده يؤثر على جوده الجرعه دي؟ الجرعه دي بتبقى اقل في التاثير؟ بيتخزن وتطلع على مدى طويل، فالاكل يدخل ما يلاقيش انسولين يعلى وبعدين الاكل يخلص يبدا الانسولين يهبط، فتلاقي علو وهبوط علو وهبوط، الدنيا بايظه. تمام. يبقى النقطة بتاعت تليفات الأماكن بتاعت الحقن يا جماعة مرة تانية الدكتورة علا بتقول عشان تتجنبها نوع أماكن الحقن في أماكن مختلفة، لاحظ الأماكن بتاعت الحقن بتاعتك وشوف لو كان فيها مكان متليف بتستخدم مراهم زي الثرومبكس وتجنب الحقن فيها لغاية ما ترجع لطبيعتها مرة تانية عشان ما يحصلش اختلافات شديدة في مستوى السكر بتاعك سواء انخفاضا أو ارتفاعا نتيجة إن الجرعات تيجي على بعضها. طيب جزاك الله خيرا يا دكتوره. بالنسبه للجزئيه دي حضرتك ما شاء الله غطيتيها بشكل كامل، ودي جزئيه انا كنت يعني حريص على انها توضح لان هي ممكن تكون هي السبب في لخبطه السكر عند كتير من الناس وهم تاهمين في حاجات تانية زي امراض مصاحبه او نوعيه الانسولين نفسها تكون غير مناسبه. عايز ادخل في نقطه تانية وهي بتحصل برضو لكتير من اصدقائنا السكريين من النوع الاول، مسألة إن أنا باخد العلاج بتاعي سكري قبل ما أنام كويس جدا، ثم فجأة أنا بقيس السكر الفجر بلاقي السكر بتاعي عالي قوي أو واطي قوي، ونفس الكلام الصبح أنا نايم كويس وسكري كويس وما أكلتش ولا شربت ولا خدت علاج، والصبح لقيت السكر عالي قوي أو واطي قوي، اللي احنا اصطلاحا برضو بنسميهم ظاهرتي الفجر وسموجي. فلو حضرتك توضح لنا ازاي نتلافى الجزئيه ديت وليه بتحصل؟ هو اللي هي ظاهره الفجر بالذات دي بتحصل نتيجه ان خاصه في مرحله البلوغ نتيجه زياده افرازات هرمون الجروث هرمون، هرمونات النمو، هرمونات الانوثه، او يعني هرمونات الانوثه والذكوره بتبقى اكتر في مرحله الفجر، فيبدا السكر يعلى معايا، فبالتالي انا محتاجه اعلي الجرعه معاها علشان اقدر اقابل الموقف ده. وده يؤكد ان انا برضو في مرحله فوران او نمو ومحتاج انسولين كتير عشان يقابل الجروث هرمون برضو، يعني عمليه تظبيطيه في الاول والاخر. اللي هي النوع الثاني اللي هو السموجي اللي هو بيهبط وبعدين يعلى، هو بيبدا يهبط ويهبط يبدا الكورتيزون يبدا يطلع يعوض الموقف فيبدا يعلى معايا بعد كده. ودي عايز اظبط برضو الجرعه بتاعت قبل النوم انها تبقى قليله شويه، ان احنا ندخل مثلا كربوهيدرات او يعني نقطه اكل قبل النوم بحيث ان هو ما يقعش مني وانا نايم. بس هي تمام. دي التعامل. عشان كده قرايه 3 الفجر دي يعني جزء لا يتجزأ من القياسات، يعني لازم يعني لازم نقيسها ان هي هو علو الصبح، العلو الصبح ده كان نتيجه هبوط قبليه ولا علو قبليه، فلازم 3 الفجر دي تتقاس يعني. طيب دي دخلني برضو للسؤال المعتاد اللي حضرتك بتتساليه من الام دايما، اقيس لابني السكر امتى على مدار ال 24 ساعه؟ ايه الاوقات اللي انا ببقى محتاج ان انا اقيس فيها السكر؟ وهل ده ثابت معايا كل يوم ولا اعمل ايه؟
ده لو انا ما عنديش الحساس، لو انا مش مركب الحساس اللي بقيس بيه. هو رسميا كده في الاول لازم مع تغيير اي جرعات او مع حاجه لازم نقيس كتير يعني، او مع فترات التعب كمان والمرض. يعني قياس قبل الفطار، بعد الفطار بساعتين، قبل الغداء، بعد الغداء بساعتين، قبل العشاء، بعد العشاء بساعتين، قبل النوم، وده الفجر، دي لازم تتقاس. تمام. إن نتيجه بقى برضو الظروف الاقتصاديه، ونتيجه برضو ان الاطفال ودي بتتعب من الشاشه. لازم نراعيها طبعا. تمام. اه. هو مش طبيا، مم. هو يعني مراعاه للظروف يعني. حتى هم في الجايد لاينز بقوا بيتكلموا في الليميتد ريسورسز دي، بقت يعني حاجه ذات ايشو محترم. بالظبط. فاحنا بنقيس قبل وقبل النوم، ولو قدامنا 3 الفجر. قبل النوم دي ما تتنساش قبل يعني. لو النوم بالاخص. عن 4 قياسات وخلينا 3 ولا 2، هتبقى قبل النوم دي سبب. تمام. عندي طفل سكري، ولما سكره بيوطى بقوم جري رايحه جايبه العصير اللي في الثلاجه كله ومشربه له لغايه ما السكر بتاعه يبقى 300. تصحيح الهبوط السكري عند الطفل او الطفله اللي مصابه بالسكر، ايه امثل طريقه اتعامل بيها معاه؟ اولا ساعه الهبوط بيبقى اقل من 70، يعني انا من اقل من 70. اولا لو عليا اعراض هقيس، يعني لو قست ولقيت هبوط، لان في بعض الحالات بتبقى عندها هبوط بدون اعراض. تمام. فعشان كده اهميه عمليه القياس. فممكن الاقي السكر مهبط بس هو سليم، ده هشتغل. مهم. اول حاله اعراض فانا ببدا اقيس، فالاقيه برضو اقل من 70. مهم. ما دام 70 انا هبدا ادي سكر، او يعني بدي اللي هو رابد شوكر، اللي هو السكر ده ببدا اديله مثلا 30، او يعني ندي معلقه لكل 30 كيلو او معلقتين لكل 50 كيلو على حسب الوزن. طبعا انا مش بقول الحاله دي، انا ببقى عارف وزنك كام، خد كذا ساعه ما يهبط. بعد تمام. كده تمام. بساعه لحد ما يوصل معانا معلش فوق ال الصوت كان 70. وقع. بقيس بعد ربع ساعه. بقيس بعد بعد ربع ساعه، ربع ساعه. اما سكر 70 او 2، يعني يعدي ال 70 يبقى 72 75 كده، مم. ببدا ادي بقى كومبلكس كربوهيدرات، يعني كربوهيدرات معقده، بدي نشويات او البان، عيش، رز، بمقدار نقطه او 15 جرام كربوهيدرات، بحيث ان هو يثبته لي ما يقعش مني تاني. دي يبقى سبب نقطة الطوارئ في هدخل غاية بسكر. الأهمية. تمام. 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 دي نقطة يا بدخل الاول جماعة في بسكر غاية الأهمية. تمام. بدخل الاول بسكر، وبعدين لما بيوصل فوق ال 70 ببدا ادخل بحاجه تثبت بقى عشان ما يقعش مني تاني. وكميه السكر انا ببقى حاسباها له، يعني ما بسهلوش، يعني بحسبها حسب وزنه. مهم. وببدا له في الكارت بتاعه او في المتابعه بتاعته ان حضرتك ليك سكر قد كذا، وبعد كل ربع ساعه تقيس، وكميه الكربوهيدرات 15 جرام او نقطه هتاكلهم في صوره نشويات او البان. تمام جدا. تمام. عرضا واحنا بنتكلم كده الأستاذ محمد عبده بيسأل سؤال يعني في الصميم. و محمد عبد. بيسأل سؤال في الصميم: يا دكتورة علا، ينفع نستخدم ميكستارد في الأطفال؟ وأنا هعمل كده على طول. لا، ولا في الكبار ولا في الاطفال. طالما نوع أول لا يا جماعة. النوع تمام. الثاني. في النوع الاولاني لا تمام. طبعا. تمام. تمام. يعني دي نقطة، يعني يا جماعة، يا اخوانا، يا اصدقائنا، يا سكريين، انا اتشخصت نوع اول، خلاص مفيش حاجة اسمها ميكس تارد. وببساطة شديدة الميكس تارد هو عبارة عن نوعين، اسمه حتى من اسمه ميكس، فهو عبارة عن نوعين: نوع قصير المفعول اللي الدكتورة علا من ساعتها بتتكلم عنه اللي هو الاكت رابد، ونوع تاني من الطويل بس مش طويل قوي، يعني ما بيقعدش الفترة الطويلة زي اللانتوس والتريسيبا على سبيل المثال. فانت كده خلطهم ببعض. هتحسبها ازاي؟ هتحسبها ازاي للطفل بتاعك او للشخص الكبير اللي عنده سكر نوع اول؟ مسألة معقدة جدا وصعبة جدا. لكن هنا برضو عايز ارجع واقول للنقطة اللي كنا لسه بنتكلم فيها، ان الجايد لاينز او الارشادات الدولية بدأت تحط النقطة بتاعت الاماكن اللي ليها ليميتد ريسورسز او الحالة الاقتصادية بشكل عام. فبدأت تتكلم على ال NPH انسولين، وازاي ان انا اقدر استخدمه كبديل في حالة عدم توفر التريسيبا او اللانتوس او التوجيو في بعض الاماكن. راي هو حضرتك ايه؟ هو الان بي اتش بالنسبه لنا احنا كبيدياتريك يعني في الاطفال، كنا بنستخدمه لفتره، يعني هو كان يعني معترف بيه في فتره طويله جدا، خاصه للسن اللي هو اقل من سنه او اقل من سنتين، اللي هو مع رضاعه. فكان بالنسبه لنا كويس. بس هي قضيه ان هو بدا يظهر انواع تانية ملهاش بيك، زي التريسيبا، زي التوجيو، كمان ان هو تبقى شكه واحده قصاد 3 شكات. بدانا نقلع شويه، او اوريدي خلاص ما عدناش بنستخدم الان بي اتش خالص في الاطفال.
يعني احنا اوريدي في خاصة المرحله ان الاطفال اغلبهم متغطي بالتأمين الصحي، فالانواع دي بقت موجودة في التأمين الصحي. لان بقتش مش موجود، والتريسيبا والتوجيه دلوقتي موجود في التامين الصحي، فبالتالي وهو يعني بصراحه يعني الحاجه اللي ملهاش بيك بتبقى اكثر استابلايزد للحاله من الانسولين اللي له بيك، فبالتالي مش ده احنا بيساعد يعني ايه لا احنا بنتكلم على ان احيانا في انواع من الطويلة اللي هي زي اللانتوس كمان لها بيك، فما بالك بالان بي اتش يعني. طيب لان بقتش بيك. هو الحقيقه الاستاذ محمد عبده تقريبا مذاكر. انا كنت عايز اسال حضرتك في ايه، لان هو بيسال بقى سؤال انا محضره. طفل مميز، طفل سكري مميز، وبيصر على ان هو خلاص الولد كبر 12 13 سنه، وبيصر ان هو عايز يصوم ولا ما يصومش؟ طيب احنا اول حاجه موضوع الصيام ما نتكلمش فيه اللي بالنسبه للاطفال، يعني هم بتوع السكر غير اما يبقى فيه مرحله بلوغ، يعني ما يجيش ولد عنده 7 سنين و6 سنين و10 سنين حتى ولا 9 سنين ويقول انا عايز اصوم. ما فيش حاجه اسمها تدريب لحالات السكر النوع الاول، دي اول خطوه. يبقى انت خلص مجهودك مع المجموعه اللي هي كبرت، اما الصغيرين دول لا، ممنوع، خلص الكلام. بالنسبه للكبار بقى، هو دينيا ربنا او يعني الفتوى قالت انه مصرح ان هو يفطر، مصرح ان هو يفطر ليه؟ لان في مضاعفات كتيره ممكن تحصل. يعني انا باخد انسولين قاعدي بالليل وطول النهار ما باكلش، فممكن يحصل هبوط، فممكن الولد يدخل في تشنجات او غيبوبه لانه ما بياكلش وانا مش داري. ممكن يحصل علو، اصل انا قللت جرعه القاعدي بالليل عشان اعرف اصوم لان بهبط، يبدا السكر يعلى، يبدا يروح الحمام كتير، يبدا يدخل في جفاف، ممكن يدخل في تكوين جلطات. العقبه مش سهله. الدليل برضو اللي واقع عندنا دلوقتي زي مثلا معهد السكر اللي في القاهرة، يعني كتب بوست بيستنجد بالناس: يا جماعة بلاش صيام، أنا المستشفى عندي اتملت، أنا كل حالاتي بغيبوبة سكر، الكلام ده ما ينفعش. أنا عندي مثلا ريت حالات السكر في رمضان أكتر من ريت حالات السكر في غير رمضان. ده ليه؟ حقيقي، ده حقيقي. السكر متلخبط، أصله كان صايم وصام لوحده من غير ما يرجع لي مش عارفة إيه. طب ليه يا جماعة؟ عندي في الجامعه مثلا لا حالات، يعني العنبر مقفول، انا مش عارفه احجز حد ليه، العنبر خلاص مقفول. فاوريدي الوضع عندي يعني النتيجه عندي ان انا ما عنديش متابعه كويسه مع حالات السكر كاب وام وطبيب، حتى يعني ما برجعش للطبيب، فبالتالي عندي مضاعفات. يبقى انا الفتوى اللي انا معايا تسمح لي ان انا افطر، لازم. هو انا بميل دايما للجزء العملي، يعني احيانا التوصيات احيانا بتحط لنا بعض التوصيات ان امكانيه الصيام، لكن خلينا نكستمايز او نقول على حالتنا المصريه. حضرتك شايفه ان ده صعب جدا؟ لا، هو اصلا انا عشان اصوم مطلوب مني متطلبات كتير وانا مش هعملها، خلاص يبقى مش هصوم. يعني انا لو هصوم انا هطلب من الاب والام والطفل حاجات كتير، حاجات فعلا اولا صعب. كوستي، ثانيا مهمه جدا، سواء كذا، وفي الاخر ما بعملهاش، فبالتالي بيحصل مشاكل، طيب، فما صومش. لان هنتسال يعني انا بقى يا دكتوره عوله متيسر الحال وهجيب اللي انت عايزاه. خليني بس اقول حته، ده اتفضل. بالنسبه للفهم. بالنسبه للطب احنا عندنا سكور كده من 14 ايتم، انا باخد السكور ده وبشوف ايه عندك سكر نوع اول ولا تاني، انت عندك سكر بلاك قد ايه، بس يا ماشي على دكتوره، انسولين اسمه ايه، عندك انا حاطه عندي يعني انا حاطه عندي بالظبط. علشان الموضوع ده والله، بالظبط. لان عشان ما يبقاش الموضوع فتوى بدون يعني مرجع يعني. هقول لحضرتك ان مفيش حاله جات لي عشان تصوم سكورها اقل من 6، اللي هو ممنوع الصيام. يعني مفيش حاله جات لي انا لقيت سكورها اقل من 6، يعني مفيش. يعني مرحله المراهقه، اصل هي المشكله انا في مرحله مراهقه سكري متلخبط نتيجه هرمونات اللي هي الانوثه والذكوره بتلعب، فهي متلخبطه اصلا خلق، فانا كمان هزود لخبطتها، هتلاقي الدنيا يعني مش لطيفه. فاوريدي انا ما جاتليش حاله في الفتره اللي فاتت اللي هي قبل رمضان وفتره رمضان عايز يصوم وهو اصلا طبيا له انه يصوم تمام، تمام بالسكور جدا. ده، مفيش. بقى وبالتالي انا عندي فتوى وعندي طب، فليه يا جماعه؟ انا طيب. عندي اولاد، يعني عندي حالات مخصصين شغل معين بيعملوه في رمضان غير بقيه رمضان علشان يقولوا احنا بنتعبد لربنا بطريقه تانية. في ناس بتروح مثلا بيصلوا يعني الناس اللي في القريه بيخلوهم يصلوا بيهم في صلاه التراويح، هو اللي يبقى امام في التراويح بس مش بقيه الصلوات، يقعد في المسجد يحفظ الناس. في طبعا اللي هو بيقف في الشارع يوزع فطار، هو عارف انا هعمل عبادتي بشكل اخر تمام، تمام. هو في رمضان.
علشان برضو النقطة دي نبقى غطيناها بشكل كامل، علشان بعض الأهل اللي يقول لك أنا حالي متيسر وأقدر أجيب اللي الدكتورة علا هتقول عليه. خلاص يعني نجاوب على النقطة دي بالمرة، يبقى قفلنا النقطة دي تماما يعني. اول حاجه لو قدرت تجيب السنسور اللي هو بيتركب في الدراع وتقيس كده بانتظام، حلو قوي. نعم مش تمام. هتجيب السنسور يبقى ليك قياسات ما يقرب من 7، يعني 7 دي اساسي وممكن مهم. تزيد لو في اعراض او عند مشاكل. الاحتياج. تمام تمام. دي اول تمام خطوه. جدا. معلوماتنا بقى السكريات هنلتزم بيها ازاي؟ اللي هو الكنافه والبسبوسه والعصاير ده لها قواعد كده، ممنوع غير مثلا بمقدار 15 جرام كربوهيدرات في وجبه الفطار، بقيتها مفيش. مم. هتشرب ينسون وحلبه وميه كتير اثناء فتره الصيام ولا لا؟ مش عارفه هتبطل عصير وقهوه ونسكافيه ولا لا؟ يعني في شويه مش هتتحرك بعد الساعه 2 الظهر ولا لا؟ وراكش دروس؟ وراكش مدرسه؟ مم. 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 ففي اعتقد كده النقطه دي بقت واضحه يا جماعه، مساله الصيام ومريض السكر النوع الاول. وبالمناسبه دي نقطه ذات جدل في المؤتمرات وفي كل التوصيات الطبيه على مدار العقود الماضيه، يعني دي حاجه ستظل موجوده دائما وابدا يعني. الاستاذ محمد دويب الصديق العزيز بيسال حضرتك، هل في حاجه نقدر نعملها استباقيه لاطفالنا علشان نعرف بيها هل الطفل ده ممكن يجيله سكر ولا لا؟ يعني وهنا خلينا عشان السؤال يبقى اكثر شمولا، هنتكلم على ان احنا بقينا بنشوف دلوقتي تايب 2 في اليونج ايج، يعني بقينا بنشوفه في المراهقين. فحضرتك لو هنشمل بقى هنا تايب 1 وتايب 2 في المراهقين وفي الاطفال، ايه الخطوات الاستباقيه اللي انا كاسره اعملها علشان اتقي شر وجود السكر بدري؟ طيب احنا بالنسبه للنوع الاول لحد دلوقتي الابحاث ما وصلتش لحاجه تمنع. مم. يعني عملوا ابحاث كتيره لم تنجح في ان انا اعمل برايمري بريفنشن، ان انا امنع خالص. مم. دي ما حصلتش. الابحاث قائمه ولكن النتائج ما كانتش كويسه مم. لسه. النقطه الثانيه بقى اللي هي السكندري بريفنشن، او اللي هو السكر النوع الاول بيمر بكذا مرحله. المرحله الاولانيه ان الجسم بيبقى فيه الاجسام المناعيه بس السكر كويس وما عليهوش اعراض. المرحله الثانيه الجسم فيه اجسام مناعيه واعمل تحليل الاقي السكر عالي بس الولد ما عندوش اعراض، ما بيروحش الحمام كتير، ما بيشربش ميه كتير. المرحله الثالثه بقى اللي هو بيبقى عليه اعراض. مم. اللعبه دلوقتي ان انا ااخر ظهور الاعراض. يعني انا عندي اجسام مناعيه وعندي مثلا السكر عالي بالتحاليل، يعني الهيموجلوبين A1C عالي او السكر صايم وفطر عالي، بس لسه الولد ما بيشتكيش من مشاكل، وزنه ما بيقلش، ما بيروحش الحمام كتير، ما بيشربش ميه كتير. بدا يظهر علاج وهو لسه طالع في شهر فبراير اللي فات، اللي هو التيزيليد ده انتي ميكروبيال انتي بوديز. يعني المهم يعني هو ضد الاجسام المناعيه، بس برضو النتيجه كانت تاخير ظهور الاعراض. يعني مم. بيأخر مم. حوالي 25 شهر عن عن الطبيعي. مم. بس هي دي اللعبه اللي احنا بنلعبها دلوقتي، اللي هو طبعا و- هو مش موجود في مصر بس هو اكيد هيجي. هو بيتحلق وريد 14 يوم. بس هي نقطه ان هو بيأخر. بس انا عندي سكر، انا عندي سكر وعندي اجسام مناعيه وعندي تحاليل بيقولوا السكر عالي، بس بيأخر ظهور الاعراض بس. فطبعا هما في المرحله دي هو ده اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي في البريفنشن او مم. في مم. اما حكايه منع من اساسه لا، لسه تمام دي. جدا. بالنسبه للنوع الثاني بقى هو ابسط شويه، لان انا عندي عوامل واضحه. يعني عندي وزن زايد مثلا او عندي تاريخ مرضي في الاسره، لان النوع الثاني وراثي اكتر من النوع الاول. مم. فبالتالي عندي مرضي في الاسره، الولد وزنه كان كبير عند الولاده، مم. ماما كانت عندها سكر حامل، عندي دهون وكوليسترول عاليه، فانا عندي اعراض. يا دوبك ان انا اظبط التغذيه زي ما حضرتك قلت او اعمل نشاط حركي، انا كده منعت حدوث السكر. تمام جدا. تمام جدا. البريفنشن فيه او المنع فيه لا، اسهل بكتير او متاح بالنسبه للنوع الاول. لا، هو ما عنديش متاح لحد دلوقتي في النوع الاول ان انا امنع، انا ااخر بس. تمام. أه حبيبة الرحمن بتسأل يا دكتورة، لو طفل 7 سنوات تحليل البول بيظهر فيه سكر، ولكن تحليل السكر التراكمي دايما بيكون 6، وهو عنده مشكلة في الكلى، إن عنده التهاب في الكلى وبيسرب بروتين وزلال، وتحليل الغدة عنده طالع نازل. يعني مش موضحة طبعا إيه تحليل الغدة اللي نازل، TSH ولا إيه. ده يتشخص من ناحية السكر والغدد، هل هو كده شخص عنده سكر ولا لا؟
طيب احنا بالنسبه لنا اللي هو وجود السكر في البول، هو حضرتك مجاوب على السؤال ان هو في مشكله في الكلى في الحقيقه. اه احنا حكايه وجود السكر في البول لوحده ما بنقدرش نشخص بيه سكر، لانه ممكن يكون نتيجه مثلا لسه واكل فالسكر علا فنزل في البول، فلازم يبقى صايم. يعني انا عشان احكم ان انا حالتي فيها سكر لازم يبقى صايم، تحليل بول صايم، دي اول خطوه. تاني نقطه ان انا استبعد مشاكل الكلى. وانا بستبعد مشاكل الكلى ازاي؟ ان انا لو عملت سكر صايم وفاطر في الدم الاقيه كويس، يبقى انا السكر عالي في الدم عشان ينزل في البول. فحضرتك اعملي سكر صايم وفاطر في الدم هتلاقيه كويس، لان هو عنده مشكله اصلا في الكلى. فالكلى بتسرب، هي الفلتر بتاعها هو اللي بايظ، فهي بتنزله مع ايه؟ مع البروتين، مع الحاجات بتاعتها الثانيه. فده اسمه رينال. تمام جدا. يعني ده اسمه رينال، ان ايه السكر مظبوط في الدم ما فيهوش اي مشاكل، وفي الاخر ان انا عندي جلوكوز في البول. ده واضح جدا في مشاكل في التبيولز بتاعت الكدني، او في المشاكل في الكلى يعني. فده بيبقى مشكلته مع بتاع الكلى. وفي طبعا في امراض، يعني في حالات اسمها بناين جلوكوزوريا، يعني تدور 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 ما فيش حاجه، ما دام اها السكر كويس خلاص. تمام. آه ساعات في الاول ما يبقاش كلوه، فعشان كده بضطر نعمل سكر صايم وفاطر في الاول. يعني ساعات ما بيعلاش، بيتاثر بالانيميا بتاعت الطفل، فبالتالي لا، اعمل لي سكر صايم وفاطر بقى او منحنى السكر عشان ابدا تمام جدا. سؤال من الاستاذ، اتفضل. ده وقت عندها الاجابه. تمام جدا، تمام. ولو المدام اللي بتسأل عندها اي استفسار احنا معاها اهوت ان شاء الله. الاستاذ ايمن خليفه عبد الجواد بيسأل حضرتك ان هو مريض سكر نوع اول بس صايم. القرايه بتبقى في الصايم 130 وتفضل تزيد حتى تصل بعد العصر ل 300، وبياخد اكت رابد ولانتوس 22 وحده بالليل، واكت رابد في السحور 12 وفي الفطار 27. ليه السكر بيزيد مع انه الصبح بيبقى مظبوط؟ ديت مشكله في اللانتوس، لان اللانتوس ليه بيك، فراح مظبطه لي على 130 وراح واقع، فراح عالي تاني السكر. يعني دي مشكله في نوع الانسولين ملي. يعني احنا هنبقى مضطرين نعلي الجرعه، بس نتابع قرايات، ويا ريت يفطر بقى. طبعا لو السكر فوق ال 300 تحت ال 70 والاذان بقى عليه دقيقه ونص، احنا هنفطر. افطر. تمام تمام اه جدا. هتفطر تمام. 300 هو الاذان هيدن، لا افطر قبل ما الاذان يدن. لازم نبقى عارفين ان الدين لو احنا ما خدناش برخص وحصلت مشكله، احنا هنتحاسب كاولياء امور، احنا ده اولياء على حقيقي. اولادنا. ده لازم حقيقي. تبقى عارف هتحاسب على الولد لو هو ما فطرش والسكر فوق 300، بس عشان تبقى عارف. احنا تعبناكي النهارده جدا وارهقناكي، وانا عارف ان يومك كان مشغول النهارده جدا، فبنشكرك وتوعدينا بلقاءات تانية، سواء بقى السكر او في مجال الغدد. بس هو سؤال من حد قريب جدا، يعني مراتي بصراحه اللي كانت بتسالني، قالت لي الدكتوره علا النهارده هتبقى معاك اسالها السؤال ده، النمو والطول في الاطفال امتى يبقى النقطه دي ذات اهميه، والطول يبقى بالنسبه لي حاجه لازم ساعتها بقى اروح اخد الطفل واروح للدكتوره علا؟ الاحظ امتى الكلام ده؟ النقطه بالنسبه لموضوع الطول ده، احنا بالنسبه لنا اي دكتور اطفال، اي دكتور اطفال بيبقى معاه حاجه اسمها الشرط، او اللي هو منحنى النمو. المفروض ان هو بياخد طول والوزن مع كل زياره، او على الاقل كل 6 شهور لسنه. المفروض ان تمام. هو يحطه على الكيرف ده. لو لقاه اقل من الفيفس سنتايل على منحنى النمو ده، لازم نتحرك. مهم. لازم نتحرك. مهم. نتحرك بقى وندور على الاسباب. يعني مش كل الاسباب بتاخد هرمون النمو، بس في اسباب بتاخد، عندها خلل في الغده الدرقيه، عندها حساسيه قمح او حساسيه جلوتين. في اسباب كتيره، بس لازم ندور. لازم ندور. وكل ما نبدا بدري كل ما تبقى النتيجه افضل. يعني احنا مثلا بيجي لنا عيال عندها 15 سنه و16 سنه، لا طبعا. مهم. مهم. طيب عارفه انت عندنا بيقول لك ايه، الطفل هيربط بقى، يعني عارفه انت لما يوصل لمرحله البلوغ يبقى هيربط، مش هيطول بعد كده. منطق الطول ومرحله النمو والبلوغ لا بيستنى يطول بعدها، ولا الدنيا بتمشي ازاي؟ بص حضرتك، هي اللعبه بتعتمد يعني اللي هو نظام البلوغ. يعني هو البلوغ بيعدي خمس خطوات في الطفل. ففي اطفال بياخدوا الخمس خطوات دول جري، يعني ممكن خلال 6 شهور يخلص الخمس خطوات. في اطفال بيخلصوها في 3 4 سنين، مهم. وده صح برضه. وفي اطفال يخلصوها مثلا
خطوه وبعدين يناموا شويه وبعدين خطوتين وبعدين يناموا شويه. وضحت جدا. الباترن هو اللي بيأثر معايا في العظم. انا بقى ما ببقاش عارف هو هيمشي تبع اي باترن. كل الكلام ده سليم، كل الكلام ده طبيعي. فانا تمام. كله معايا. هو الاشعه كف ايد الشمال، عظمك فاتح هنشتغل، عظمك قافل خلاص. فانا ما بحطش بقى في ان انا في مرحله البلوغ وهدور، لا والنبي دور قبل مرحله البلوغ. تمام جدا. تمام. مش عارفه البلوغ هيمشي معايا ازاي. يعني ممكن زي ما بقول لحضرتك خلال 6 شهور سنه الموضوع هو بيخلص. مع ممكن لا ده زميله لسه هيطول. ما هو زميله بلوغه شويه ماشي بالراحه. فهي دي كلها باترن طبيعيه في كل الاطفال. يعني ده صح وده صح وده صح، ما فيش حد فيهم مريض. بس ده خلى العظم يقفل بسرعه وده خلى العظم قاعد فاتح فهيطول شويه. فانا باجي بقى حركه زي دي اعمل اشعه كف ايد الشمال نشوف احنا فين وخلاص. تمام جدا. ربنا ينفع بيكي دايما يا دكتوره. قالوا في واحده جات لها دوره لا ومش هتطول. في كده وفي كده. ربنا ينفع بيكي دايما، ومتشكر جدا 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 على الاستجابه للدعوه دي. وتوعدينا ان شاء الله ربنا يخليك يا دكتوره، الشرف لينا احنا. وتوعدينا ان شاء الله بمرات لاحقه نتكلم فيها بقى على بقيه الغدد. النهارده اتكلمنا عن البنكرياس بشكل اساسي، عندنا شويه غدد تانيين كده عايزين نتكلم عنهم ان شاء الله. حضرتك يعني ده زي ما حضرتك بيبقى على الرحب والسعه. يعني شكرا لحضرتك، يعني شكرا على الدعوه الكريمه وربنا ينفع. امين يا رب. شكرا جزيلا، وشكرا لكل اللي تابعونا. شكرا دكتوره. مع الف سلامه.